صديقي بيقول نزل لنا طريقة برنامج نقاط التشغيل بأكثر من حساب. ايمو على عيني لك، ليش أنا هون؟ وهذا الفيديو خصوصا لهاي الطريقة، طريقة عمل نقاط التشغيل بأكثر من حساب. إذا كان عندك 50 حساب 100 حساب، كيف تعمل نقاط التشغيل فيهم بكل سهولة وما بتحتاج منك ولا وقت. هلا بالشروط نقاط التشغيل انك تترك التطبيق لمدة 24 ساعة، وبهذا الفيديو ما راح نستنى ولا دقيقة وراح نعمل كل التطبيقات بكل سهولة. وإذا عندك أي تطبيق ثقيل، مثلا نزل التطبيق بحوالي حجم 1 جيجا، راح نثبته بحوالي 50 ميجا 60 ميجا بس. لكن حط لنا لايك لهذا الفيديو مشان يطلع الفيديو مشاهدات، مشان العالم تشوف الطريقة. طريقة كتير ناجحة وانا نجربها شخصيا. وهلا ما نطول عليكم، بترككم مع الفيديو مشاهدة ممتعة. بسم الله. ولا خلينا نبلش. اول شيء خلينا نفرجيكم النقاط. مثل ما انكم شايفين ندخل على متجر بلاي الاساسي وندخل. مثل ما انكم شايفين حاليا معي 186 نقطة. هذا الحساب حساب امريكي انا عامل فيه نقاط التشغيل، تمام. حساب الامريكا وحساب المملكي كله نفس الشيء ونفس النقاط ونفس كل شيء، وايضا ما فيهم ضريبة. بدك تعمل هذا بدك تعمل هذا. اذا بدكم شرح كيف اعمل حساب امريكي او نقاط تشغيل اكتبوا لي تحت بالتعليقات. واذا عندكم اي مشاكل في نقاط التشغيل هيك ولا هيك اكتبوا لي تحت بالتعليقات مشان ان اشرح لكم. هلا شوفوا حاليا نازله معانا 3 تطبيقات وكيف راح نستنسخ التطبيقات اذا كان عندنا حسابات كثيره، تمام. هلا في عندك هذا البرنامج مثل ما انكم شايفين، برنامج البيضة. راح اترك لك رابطه تحت بصندوق الوصف لعمل ملف شخصي دفع، وبامكانك تستنسخ منه التطبيقات. شوفوا عم يعطيك انت وشك اضافه ملف شخصي دفع، مو دفع، ملف شخصي عمل، تمام. مثل ما انكم شايفين هلا بيعطيك جار انتظار، رح تستنى شيء ما تعطيك شيء. هلا تنزل البرداية، في عندك خيار مربع تضغط عليه مباشر راح يفتح معك البرنامج. هلا شوف بيعطيك اكتمل العزل والهيك وهيك هيك هيك، ما بيهمنا. المهم خلينا نخرج من التطبيق على الاخير. هلا شوفوا هون في معانا متجر جديد. هلا هون ايش راح نسوي؟ راح نسجل دخول حسابنا فيه. هلا بعد ما نسجل دخول مثل ما نكون شايفين، مثل ما بتعرفوا التطبيقات لازم نتركه من 24 ساعة على جهازنا، واذا بامكانك تتركن اكثر ما بيأثر مشان ما ينخصم معك النقاط. بس ثبتت التطبيقات وحذفتن راح ينخصم معك. هلا بهذا الفيديو راح اعلمك كيف تثبت التطبيقات بدون ما ينخصم. هلا شوفوا هون ظهرت معنا 3 تطبيقات، طبعا انا اشوف مثبتهم من قبل، وراح اعلمك طريقه كيف تثبت تطبيقات اللي تقلم 1 جيجا 2 جيجا في حجم كتير قليل، يعني ب 68 60 70 70 ميجا فقط مثل ما نكون شايفين. هلا هون هذا التطبيق شوفه بيعطيك تثبيت التطبيق لاول مره واستخدمه لمده 24 ساعه، يعني لازم تتركه لمده 24 ساعه وما تحذفوه، تمام. هلا شيلك من هذا الحكي، لازم تترك التطبيق هذا على جهازك الاساسي. هلا شيلك من الملف الشخصي. الملف الشخصي ما بيأثر اذا عملت اللي شرحت لك اياه هلا، بس لا تحذفن. هلا تابع معي مشان اعلمك كيف، لانه عملت هيك ولا هيك بيخصموا لك النقاط. انا مجربها وعرفت كيف الطريقة على المضبوط. هلا شوفوا هنا اعطونا 8 نقاط. هلا قبل بالمطالبة الاسبوعي كان حظ كتير قوي. هلا عم يعطوك اكثر شيء حتحس لك 8 و5 و4 و2 اثنينات كتير يعني. هلا شوفوا هلا حاليا المرة الماضية انا شاحن منه هذا في البرنامج اسمه اليالا شات. المهم بامكانك تشحن فيه باي لعبة. هلا شوفوا تقلوا 1.6 يعني 1.600 ميجا، يعني كتير ثقيل. يعني اذا بدك تثبته بدك تضل نهارين على نت لحتى تثبته. عرفت شلون؟ راح تضغط فقط تثبيت بس مشان ينشال معك خيار تثبيت التطبيقات، تمام. شوفوا انشال معي. هلا راح ندخل على هذا الموقع، رابطه تحت بصندوق الوصف، هذا لتحميل التطبيقات بشكل صغير، تمام. بعد ما دخلنا على الموقع، اسف صوتي بح. المهم خلينا ندخل على هذا. شوفوا في عندك تطبيقات كمان. شوف نندخل على شيلك من المترجم حاجه ترجم. هلا هون في معك هون لازم تكتب الاسم اللعبه اللي بدك تثبته، تمام. هلا ننزل لتحت. هلا هو التطبيق انا مثبته بحجم كثير قليل بس انا مشان اعلمكم، او اذا بدك تنسخ. هلا شوف اذا بدك تطبيق الناسخ هذا هو بتنسخ هيك او بتنسخ الاسم، او اذا بدك تكتب كتابه ما في اسهل منها. بس اذا بدك تكتب على المتجر ان النسخ الشامل، اسم البرنامج النسخ الشامل، وبينسخ لك اياه بكل سهوله. انا كتير بستعين فيه. هلا شوفوا بعد ما حطينا اسم النسخ الشامل اسم التطبيق بننزل لتحت. هذا هو الحرب المستعدين او هيك شيء،
مستعدين نعطيه تثبيت. شوفوا راح نثبته بحجم كتير خفيف بس يعطينا بحجمه. تمام. هلا هيك ثبتناه بحجم 68 ميجا. شوفوا هذا التطبيق بعد ما نزل معانا بيعطيه نسخ الى العازل، بعطيه انقر الاكمال واعطيه اعدادات. اول مره هاي اول مره بيعطيك انقر الاعمال مدري ايش وتعطيه تثبيت. تمام. هلا هيك ما بقى يعطيك انه اكمل الاعمال، انتظر ب5 ثواني 6 ثواني بين ما يثبت. شوفوا انت تثبيت بشكل نجح. ندخل على متجر نقاط التشغيل مثل ما نكون شايفين. هلا شوفوا يعطيكم الغاء التثبيت والتحديث. نخرج بين ما ينحسبني النقاط، ننتظر شوي بين ما ينحسبني، نضغط على السجل. هلا إذا ما حسبت معك من هون 5 ثواني لازم تعمل الطريقة اللي بعدها. مثل ما نكون شايفين انحسب بكل سهولة. هلا في حال ما انحسبت معك النقاط خلينا نجرب هذا التطبيق تحت. مثل ما نكون شايفين خلينا نجرب هذا التطبيق نعطيه تثبيت. هلا هذا كمان التطبيق كمان بده تحديث. اي تطبيق بده تحديث او ناقصه هيك شوية ملفات بيعطيك هاي المشكلة. انت طالع على الملف البيضاء هاي البرنامج البيضاء بتنزل لتحت. وين هذا؟ بتدور على التطبيق انت بثبته وبتعطيه نسخ الى العمل وبتعطيه تثبيت وهيك بكون ثبت. مثل ما انكم شايفين هلا في حال مثل ما انكم شايفين هذا الحساب عندي طول لحتى تثبت معنا التطبيق، ضل شي ربع ساعة وما كان ينحسب. هلا شو راح تسوي بهاي الطريقة؟ راح نضغط لتحت راح ننسخ اسمه. تمام. وين هو؟ راح ننسخ اسمه. هذا اسمه، نضغط على وضع النسخ بعطيه بدء. راح يحدد لك الخيارات اللي بإمكانك تنسخها، بتعطيه نسخ لهذا التطبيق هذا، بنعطيه بحث في المتجر. تمام. بيطلع لك اول لعبة هي ضمن النقاط. هلا شوفوا انا عندي اياها مثبت بس لكن بجوز ما انحسبت في مشكلة شغلة. نعطيها على السجل. تمام. ما حسب شيء. هلا شو راح تساوي؟ راح تروح تزيل التطبيق بما انه ما انحسب لك حاليا بمباشر، بتروح تزيله. بعد ما تزيله بترجع بتعطيه تثبيت. هلا هون راح شو صار؟ يعني صار خربطة، صار شغلة بإمكانك تثبته من هاي الطريقة. بترجع على تطبيق البيضة وبتنزل لتحت. بعد ما تنزل لتحت في بتدور على التطبيق نفسه، بتعطيه نسخ إلى ملف العمل، بتنتظر شوي بتعطيه تثبيت. هلا هيك هاي الطريقة بإمكانك تستعين فيها إذا ما تثبت معك، إذا ما انحسبت معك النقاط. أنا صارت معي كتير ولقيت الحل بكل سهولة ما بأثر أي شيء. تمام. هيك تثبت معك التطبيق. نرجع نشوف انحسبت النقاط ولا لا. حاليا معي 60، هل المفروض يصير 65. بتطلع لورا بتفوت ترجع نشوف هلا حاليا. شوف انحسبت معانا النقاط، صار معانا 65. هاي التطبيقين ثبتنا 3 تطبيقات على هاي الطريقة. هلا بنبدأ بشرح عملية كيف انك تعمل تطبيقات كتير على حسابات كلياتها. هلا مثلا على سبيل المثال عندك 50 حساب 100 حساب. هلا عندي كل عليك انك تثبت التطبيق على حسابك الاساسي او متجرك الاساسي، تثبت واحد وتثبت التطبيقات كلها. تمام. ولا تدخل على ملف العمل وتضيف حسابك. بعد ما تضيف حسابك وتخلص منه بتعطيه ازالي، تعطيه ازالي قبل ما تزيل التطبيقات، وبترجع بتسجل دخول من جديد. شوف هاي التطبيقات الثلاثة لازم تحذفها. هلا بإمكانك تحذفها. ايش سويت انت؟ حذفت الحساب. ما راح تضيف نفس الحساب نفس اسمه لمدة 24 ساعة مشان ما يخصم لك نقاط. هاي على كفالتي انه ما راح يخصم لك نقاط. انا مجربها كتير وكتير انا مستفيد منها. انا جربت كذا مرة اني ضيف تطبيقات بعد مثلا كم ساعة ما زبط. لازم تتركه ل 24 ساعة لحتى ترجع تدخل عليه. عرفت شلون؟ هلا نزيل التطبيقات مثل ما نكون شايفين. هاي نزيل التطبيقات. هلا هاي طريقة اسهل من هديك انك تلغي التطبيق واحد ورا واحد. هاي اسهل. هلا بيعطيه تثبيت. تمام. اعطينا تثبيت. هلا بامكانك انت تثبتن كلن ورا بعضهم. هذا التطبيق كمان هلا قوي فكرة هذا انك تثبت مباشر بيثبت معك. تمام. بس لكن المشكلة في نقص ملفات. مثلا تطبيق كتير ثقيل، هاي طريقة اسهل انك بدل ما تثبته وبيجي 1 جيجا او 1.5 بقى هاي طريقة 68 ميجا. يعني كل عليك انك تدخل على العازل وتعطيه تثبيت وبيمشي حال معك بيحسب النقاط بكل سهولة. مثل ما نكون شايفين نعطيه تثبيت وخلصت السالفة. انا ايش هالسالفة؟ يعني بدل ما نضل نهارين 3 عم نثبت التطبيق
تعطيه نسخ للعازل. كمان بإمكانك كمان تعطيه التطبيقات كلها نسخ للعازل، ايش قد ما كني التطبيقات يكوني. وبالنسبة للحسابات الألمانية اللي عم يسألني عن الحسابات الألمانية، للأسف طلع فيهن ضريبي. هلق من زمان هاي كانت الضريبة ولهلق ان شاء الله بالايام بيجيبوا لنا يشيلوا لنا الضريبة من التطبيقات ومن الالعاب. هي مشكلة الضريبة من المتجر الاساسي باليابان. انا ما كنت اعرف انه في ضريبة، بس لكن بعد فترة لحتى عرفت انه في ضريبة بعد ما جمعنا النقاط. هلا شوفوا هلا ترجع تعيد نفس الكرة وبتزيل الحساب وترجع تعطيه تسجيل الدخول. وهيك كان مقطعنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المقطع. اذا عندكم اي مشكلة اكتبوا لنا اياها تحت بالتعليقات، وكان معكم علوش والى اللقاء.